السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. بناء على رغبة ناس كتير كلمتني وقالت لي ازاي تحسبي سعراتك الحرارية. طبعا مواقع كتير جدا وصفحات كتير بتتكلم ازاي تحسبي سعراتك الحرارية من الكربوهيدرات والبروتين، بس كل واحد ليه نمط واسلوب في حياته. فانا المشتركين بتوعي بعتولي وعايزين يعرفوا انا ماشية ازاي بنظام السعرات الحرارية، وازاي احسب احتياجي من البروتين والكارب والفات. لو اول مره تشوفوني او اول مره تتابعوني، يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان ما يفوتكوش اي جديد. ويا رب الحلقه تعجبكم، واي استفسار سيبولي كومنت، وان شاء الله هبدا معاكم بطريقتين. الطريقه الاولى طريقه سهله جدا جدا ومش محتاجه اي مجهود. الطريقه التانية مجهده شويه او معقده، بس تابعيني وواحده واحده، ويا رب ان شاء الله تستفادوا مني. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما توزني نفسك خالص، اول حاجة يستحسن ان انت تكوني لسه صاحية من النوم، واول حاجة تعمليها لازم تدخلي الحمام، وبعد كده توزني نفسك بهدوم خفيفة جدا جدا. يبقى عندنا حاجتين رئيسيين، ان احنا اول حاجة ندخل حمام، وبعد كده نلبس هدوم خفيفة ونبدأ ان احنا نوزن نفسنا. هتكلم معاكم عن وزن 70 كيلو. يعني اللي عندها 70 كيلو او اللي عنده 70 كيلو مش هيتعب في الحساب. فهنبدأ لو حد عنده ميزانه 70 كيلو. اول حاجة لازم تضربي 70 في 24. 24 دي يعني 24 ساعة، اللي هو عدد ساعاتك في اليوم. هنضرب 70 في 24، الناتج طبعا يبقى معاكي آلة حاسبة وتشوفي انت هتضربيها ازاي. هيطلع 1680 سعر حراري. يعني علشان ما تخسش وما تزيدش وتفضل ثابت على وزنك، يبقى انت محتاج 1680 سعر حراري. لكن انا عايزة اخس، يبقى هقلل من 400 ل 500 سعر حراري. انا عايزة ازيد هزود 500 سعر حراري. عاوزة افضل زي ما انا، يبقى اخد احتياجي اللي هو 1680 فقط. وانا هنا عايزة اقلل 480 علشان يبقى الناتج 1200 سعر حراري. انا في طبيعتي باخد 1200 سعر حراري. انا كسمة باخد 1200 سعر حراري. فانا هنقص 480، يبقى الناتج 1200. يبقى هنشتغل على 1200 سعر حراري. هنعمل ايه؟ جسمنا، في ناس كتير بتقولك انا هخلي جسم، انا هاخد 40% كارب و40% بروتين و20% دهون. انا بتبع في نظامي انا كسامة برضو 50% بروتين. انا بحب البروتين يبقى عالي علشان العضلة بتحتاج بروتين كتير. وهحتاج 35% كارب و15% دهون. يبقى هحتاج 35 كربوهيدرات، 50% بروتين، 15% فات. هنحسبها ازاي؟ الناتج بتاع سعراتك الحرارية 1200 في 35 على 100 على 4. 4 دي السعرات الحرارية لكل جرام من الكربوهيدرات. تمام؟ يبقى هتضربي سعراتك الحرارية في 35%، هتبقى الحساب هيبقى على 100 على 4. لازم تعرفي ان كل واحد سعر حراري من الكربوهيدرات، 1 جرام من الكربوهيدرات بيديكي 4 سعر حراري. 1 جرام من البروتين بيديكي 4 سعر حراري. 1 جرام من الدهون بيديكي 9 سعر حراري. فده حساب السعرات لكل من الكربوهيدرات، من الكربوهيدرات والبروتين والفات. طبعا الناتج 1200 بتاع الكارب هيبقى 105 جرام.
البروتين هيبقى 150 جرام، الفات هيبقى 20 جرام من الدهون. يبقى عشان تاخدي احتياجك من في اليوم هتاخدي 105 جرام فقط من الكربوهيدرات، 150 جرام فقط من البروتين، 20 جرام فقط من الدهون. ودي اسهل حساب او اسهل طريقة انت ممكن تحسبيها لنفسك. ده انا بتبعها في حياتي لان انا ماشية على 1200 سعر حراري، لان انا بخس. لما باجي ابني عضل او اعمل عضلات بزود بثبت ال 1600 وبحرق بقى في التمرين لان بلعب حديد وكده. ده نظامي. هقول لكم على النظام التاني اللي هو المعقد شوية وسهل وحلو جدا، يا رب ان شاء الله برضو تستفادوا منه. ورجعت لكم تاني وكتبت لكم الطريقة علشان اعرف اتكلم كويس. الطريقة التانية معقدة شوية بس يا رب ان شاء الله تفهموها. احنا هنضرب الوزن في 2.2. الناتج اللي هيطلع لك ده بالباوند. يعني ساعات بتلاقوا اجانب وناس من لبنان وكده يقول لك احنا وزننا بالباوند، فالناتج اللي هيطلع 154 ده بالباوند. علشان نحول الباوند ده لكيلو جرام عندنا، نحولها للسعرات الحرارية، لازم تعرفي ان احنا لينا معدل نشاط بيبدأ من 12 13 14 15. ال 12 يعني خفيف او عديم، 12 يعني عديم الحركة اللي هو بتصحى وتاكل وتشرب وقاعد في البيت. 13 رقم اللي هو الخفيف، المعدل النشاط بتاعك خفيف. 14 متوسط. 15 نشاط قوي وعالي جدا. طبعا احنا هنعملها بمعدل النشاط اللي هو عديم علشان نعرف سعراتنا الحقيقية كام. هنضرب الباوند في 12 هيطلع لنا الرقم الناتج اللي هيطلع ده هيبقى السعر الحراري بتاعك. يبقى انت محتاجة تاكلي 1848 سعر حراري عشان نخس ونقلل من وزننا ونخس من نص كيلو. الكيلو في الاسبوع هنقلل 500 سعر حراري. الناتج اللي هيطلع الناتج اللي هيطلع 1348 ده معدلك في اليوم علشان تخسي من نص الكيلو في الاسبوع. طبعا الطريقة العلمية اللي كلنا بنشوفها في الانترنت والتلفزيونات بيقسموا الكربوهيدرات 40% والبروتين 40 والفات 20%. عفوا لو انا بتكلم بسرعة بس انا ابني جنبي وموتر لي اعصابي. هنضرب سعراتك الحرارية في 4/10. 4/10 دي الناتج اللي هو 40%. الناتج اللي هيطلع ده بالباوند على فكرة، يعني 539.2 دي ارقام الباوند. هنضرب سعراتنا الحرارية في 4/10 للكربوهيدرات والبروتين والفات. الفات هيبقى 2/10 لانها 20%. عشان نحولها لجرامات وازاي ناكل او نوزن الاكل او مقدار مثلا 200 جرام صدور على الميزان ونعرف فيها قد ايه. ناتج البروتين اللي هو 539.2 على 4 ده لازم تعرفي ان كل 1 جرام من الكربوهيدرات بيساوي 4 سعر حراري. يبقى ال4 دولت علشان بقى نحولها لجرام ونعرف هناكل ايه. ناتج البروتين على 4، وزي ما قلت لكم 4 ده اللي هو السعرات الحرارية لكل من الكربوهيدرات والبروتين. الناتج اللي هيطلع ده يبقى جرام، ده اللي انت هتحتاجيه. هتاكلي 134.8 جرام من البروتين والكربوهيدرات و29.9 جرام من الدهون الفات. يا رب تكونوا فهمتوا، ولو اي استفسار قولولي. وطبعا انتوا زي ما عارفيني ومتابعيني انا مش ببخل على اي رد. اسألوني وانا هجاوب عليكم فورا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر. ولو حد عايز اي حاجة يقولها لي وانا ان شاء الله هعملها له. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.